شوربة الدجاج وصفة بنينة في متناول الجميع وقاع الناس تعرف تديرها، بصح باش تنجحوا فيها ويولي لي ذوقها يبقى يحكي عليها ل10 سنين لازم لكم اللمسة اللي راح تجوزكم من مستوى هاوي إلى درجة شاف. خواتي خواتاتي مرحبا بكم. اليوم في سوبر بنا راح نحضروا شوربة الدجاج التركية. في قدرة نحطوا كمية من الدجاج، فخذ، صدر، جناحتين اللي متوفرة عندكم، نكونوا حكيناها مليح بالقارص ونغليوها في 2 لترات ماء. في هذه المرحلة ننصحكم تزيدوا عصير حبة قارص، على خاطش الحموضة تاع القارص راح تمتص المعادن بوتاسيوم، مغنيسيوم، فوسفور، الكالسيوم والكبريت اللي موجودة في لحم وعظام الدجاج وتخلينا نستفادوا منها إلى أقصى درجة. البوتاسيوم يساعد على تنظيم ضغط الدم ومستوى السكر الموجود فيه. المغنيسيوم ضروري لتقلص واسترخاء العضلات مما يحميها من التشنج، يعني لي كرومب. أما الفوسفور اللي يساعد في نمو وصحة العظام والأسنان يلعب أيضا دور مهم في إنتاج الطاقة ميتابوليزم. كي يطيب الدجاج نحيوه من النار، نخرجوه من الماء اللي يغلى فيه وننتفوه. نستحفظوا بالماء اللي يغلى فيه الدجاج، يعني مرق الدجاج، على خاطرش راح نستعملوه من بعد باش نمرقوا الشوربه. باش نرجع لفوائد المعادن، الكالسيوم زيادة على دوره المعروف في صحة العظام يساعد في عملية تجلط الدم، يعني لا كواغولاسيون، وبعض الدراسات ثبتت أنه ينفع في الريجيم ويحفظ من البدانة لوبيزيتي. وأخيرا الكبريت اللي يساعد الكبدة في إنتاج عصارة المرارة لابيل اللي هي ضرورية في هضم الدهون. في القدرة اللي استعملناها ندوبوا مغرف زبدة مع مغرف زيت زيتون. فوائد شوربة الدجاج تختلف حسب المكونات اللي نضيفوا لها. في وصفة شوربة الدجاج هذه استخدمنا زرودية، البصل والثوم. كي تذوب مليح الزبدة نرمو فوقها 2 حبات زرودية مسكرفجة ونقليوها حتى تدبل. المكونات هذو اللي رانا نزيدو فيهم غنية بالفيتامينات ك و سي وبمضادات الأكسدة أنتي أوكسيدون. كي نجملوهم مع مرق الدجاج اللي حضرناه نتحصلوا على خليط غني جدا بالعناصر الغذائية لي نوتريمون والعناصر الآثارية لي زوليغو إليمون. كي تدبل الزرودية نزيدوا لها حبة بصل مقطع أطراف صغار ونخلطو مليح. من بعد نزيدو 3 سنات توم ونخلطو مليح باش البصل والثوم يتلقوا بنتهم. في هذه المرحلة النار لازم تكون هادية باش ما يتحرقولناش المكونات. نزيدو مغرف ونص فرينة ونخلطوها حتى ينشف الماء تاع البصل، ونمرقو ب7 كيسان من مرق الدجاج اللي وجدناه. على بالي بلي في هذا الفيديو سرعت شوية في شرح المعلومات الصحية، بصح راني خليت لكم في صندوق الوصف كاع التفاصيل متبوعة بملخص على فوائد شوربة الدجاج. نزيدو في الشوربة الدجاج اللي فتتناه ونخلطو مليح. الملح والفلفل الكحل ونخليو الشوربة تغلي. كي ترفد الغلية نزيدو نص كاس فيرميسيل ونقصو عليها النار. ما ننساوش اللمسة اللي رايحة تزيد في بنة شربتكم وتخلي ضيافكم يعتبروكم شاف كبير. نضيفو ربطة صغيرة تاع معدنوس وعصير نص حبة قارص. رانا شفنا في هذا الفيديو طريقة تحضير شوربة الدجاج خطوة بخطوة والفوائد الصحية العظيمة اللي فيها، من أهمها تقلل آلام المفاصل، تساعد ضد الزكام، وبصفة عامة تقوي جهاز المناعة، الشي اللي يجعلها أحسن شوربة للشتاء. ما تبخلوش أهلكم وحبابكم، شاركوا معاهم الفيديو حتى تعم الفائدة. من ضمن الشربات تاع فصل الشتاء كاين شوربة عندها بنة مميزة ما تتنساش، لازم تكتشفوها، شوربة القرع الكابوية. وإذا تعرفوها لازم تطالعوا على الفوائد العديدة والعظيمة نتاعها عبر الرابط اللي في الصورة.